انا خلصت. علي خلص. 5 دقايق وبجهز حالا. 5 دقايق ايه؟ انا لو اتاخرت دقيقه واحده بس الطريق هيقفل وهقعد فيه على الاقل ساعه ونص. ده حاجه بقت تقرف. خلاص اهو علي صحي متاخر وعقبال ما لبسته. يوه، كل يوم لازم اتاخر لي على الاقل نص ساعه على الشغل علشان حضرتك مش عارفه تسوقي. هو يعني احنا السبب كل يوم؟ اقول لك يا هانم، امبارح القميص ما كانش مكوي، اول امبارح السندوتشات ما كانتش جاهزه، اول العصير ما كانش موجود. حرام عليك، كل ده ما خدش غير دقيقتين، وانا من لهوجتي اتلسعت في ايدي وانا بكوي لك القميص، وانت لو وقفت في اشاره. عزام بيه، حالة حضرتك ما تستناش، لازم نعمل العملية بكرة إن شاء الله. الورم زايد وما نقدرش نسيبه أكتر من كده، على الأقل ناخده نحلله ونعرف إذا كان حميد ولا خبيث. لكن بكرة صعب، ما عنديش حد يجيبني، وانت عارف أنا بطلت أسوق من 10 سنين. عزام بيه، أنا طبيب الأسرة من 20 سنة، لازم تثق فيا، لازم بكرة تكون عندي الساعة 8 الصبح، إن شاء الله أجيلك أنا. لا عندي خالد ابني هيجيبني إن شاء الله. لازم يا عزام بيه تيجي بكرة، الورم ضاغط على العصب، يوم زيادة والعصب هيموت، والعصب هيموت، والعصب هيموت. يوه، حدوته كل يوم بقى مش هتخلص بقى. يلا علي، يلا يا حبيبي. مش معقولة، ما هو كأن أنا بجيب الفلوس دي بحطها في جيبي، ما هو فلوس الشغل دي هي اللي بنصرف بيها على البيت. يا خالد حرام عليك يا بابا، بابا أرجوك يا بابا ارحمني لو سمحت يا بابا، مش ناقصة لو أوه. ألو، صباح الخير يا فندم. لا حضرتك أنا في الطريق خلاص أهو. طبعا معايا كل الورق يا فندم. لا طبعا ما اقدرش انسى سعادتك. امورني يا فندم. حاضر، مع السلامه يا فندم، مع السلامه. خالد انا هعمل العمليه النهارده. طيب يا بابا، يعني ان شاء الله باذن الله تعملها بالسلامه ان شاء الله، وانا لما هرجع بالليل هبقى اجي ازورك. طب وهروح ازاي؟ يا بابا ارجوك ارحمني يا بابا، مش ناقصاك انت كمان. يا ابني الدكتور قال ان لازم اكون عنده قبل الساعه 8. طيب يا بابا، انا اول ما اوصل المكتب هتصل باي تاكسي وابعته لحضرتك يجي ياخدك ويوديك للدكتور. مع السلامه يا بابا. يلا يا علي، يلا يا علي. يلا يا جماعه خلصونا، السكه هتقفل النهارده، عايزين نوصل البضاعه دي النهارده. حاضر يا معلم، ما في عربيه طلعت، وبعدين العربيه دي فيها 20 كرتونه زياده مش مكتوبين في السركي. يعني ايه ما انتوا مستلمين السركي ده من صباحيه ربنا. ايوه يا معلم مستلمينه، بس السركي اللي مكتوب فيه 72 كرتونه، لا مؤاخذه يا معلم، واحنا محملين لحد دلوقتي 70 كرتونه وفي قدهم واكتر. ومين اللي قايد السركي ده امبارح؟ الريس موسى. هي ناقصاك انت رخر؟ ما انتش فارح غير في الحش وبس، حتى الشغلانه العبيطه اللي يعملها عيل في ابتدائي ما انتش نافع فيها. اعمل بلقمتك يا اخي. معلش يا ابني، العتب عن النظر. مش شايف حسس، انده لحد يساعدك، لكن نبيع 72 كرتونه ونروح نسلم 100 ولا 120 يبقى خراب بيوت يا عم الحاج، ما ينفعش الكلام ده. حمل يا ابني ال 72 كرتونه والباقي خليهم لما نرجع. اقسم بالله العظيم لو باص شوال لا اكلهولك. يلا يا ابني خلصنا بقى. مش طايق يا اخي، شكلي في الشركه بقى زباله، كل يوم اصحى متاخر عليهم نص ساعه. اصحى بدري نص ساعه ازاي يعني؟ انا اساسا بنام في اليوم 4 ساعات. والنبي يا حسام ما تنرفزنيش انت راخر. اوديه ازاي بس يا ابني؟ هو انا هبقى مسؤول عنه وهو عنده 60 سنه؟ مش كفايه عندي عيل واحد، هيبقوا 2؟ يا جدعان انا اللي مجنون؟ يخسرني 20,000 جنيه وعايزني ابقى هادي، والله العظيم لازم تنزل. الشارع اللي جاي يا عم انت هتجنني يا عم، اقسم لك بالله لازم تنزل. الشارع الجاي يا ابني، ابوس ايدك. يوه، لا يا سيدي، في حاجه شكلها حادثه ولا حاجه، الطريق واقف. بقول لك ايه، بص انا هنزل بس اشوف في ايه وهبقى ارجع اكلمك تاني. ها يلا باي باي، مع السلامه. بقول لك ايه،
انا نازل اشوف ايه وراجع تاني. ها اوعى تتحرك من مكانك. هو في ايه لو سمحت؟ انا عارف هتكون مجانين. ايه في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ ايه يا اخينا؟ ايه يا اخينا؟ ما تتحرك وتخلصنا. انا مش هتحرك غير لما ينزل. والله العظيم ما هتحرك غير لما ينزل. لا حول ولا يعني يروح فين يعني؟ وانا مالي يا عم، يروح في داهيه. الشارع اللي جاي. يابا هو تاكسي؟ انت اتجننت يا حاج. يا حاج ما تنزل بقى وتخلصنا، ورانا اشغالنا. الشارع اللي جاي. يا معلم يا معلم ما تنزلوا الشارع اللي جاي. هو ايه اللي حصل بس؟ اول هام غلطني في 40 كرتونه، اتفقنا مع زبون على 72 كرتونه، طلع لي من المخزن يجي 120 كرتونه. قال ايه العتبه على النظر. اكلم الزبون عشان يجي يستلم، يقول لي الاستلام كان امبارح ما كانش النهارده، والحاج ايدهم النهارده. خسرني في البيعه دي حوالي 20,000 جنيه. ينزل ولا ما ينزلش؟ يا حاج انزل وما تخليش معلمك يمددوا عليك. يا حاج يا حاج انزل وخلصنا. ايه يا حاج؟ ايه في ايه؟ اثبت كده، مالك؟ يا سبحان الله، حتى ما لحقتش اروح الشارعين دول. اشمعنى يعني الشارعين؟ سلف ودين. سلف ودين يا ابني. يعني هي المشكله كلها في الشارعين؟ طب يا حاج تعالى معايا في طريقي وانا هنزلك، انا كده كده ماشي على طول. ربنا يخليك يا ابني. لا يا حاج. وماله معلمك شادد عليك حبتين كده ليه؟ زهران يشد زي ما هو عايز. سلف ودين. جرى يا حاج؟ سلف ودين سلف ودين ايه؟ انت ليك فلوس عند معلمك وبتاخدهم منه ولا ايه؟ لا يا ابني، هو اللي له عندي. طب ما تسيبك منه وتخلص. يا ريت. ما اقدرش يا ابني، ما اقدرش. ليه؟ ماسك عليك زله ولا ايه؟ ده حتى حيوان. اسمع، لو جبت سيرته على لسانك هقطعهولك. الله الله الله، ايه جرى ايه يا حاج؟ بالراحه شويه، مالك اتحمقت كده ليه؟ واحد انت بتشتغل معاه وبيهينك وانت ساكت، يبقى خلاص استحمل بقى للاخر. طبق الاكل هو نفس الطبق، الركن اللي بنام فيه هو نفس الركن. نزلته في الشارع في الساعة الظهرية، بس كان لسه فاضل شارعين. هو مين ده يا راجل انت؟ انت بتخرف ولا ايه؟ مين ده اللي نزلته ساعة الظهرية؟ أبويا. أبوك؟ أيوه أبويا. نزلت شارعين قدام. يا ساتر يا رب. نزلت أبوك من العربية؟ من 30 سنة رميته نفس الرمي، بس نزلت شارعين قدام. هو نزلني هنا ليه؟ هو المعلم بتاعك ده يبقى ابني. ابنك؟ خلي بالك من ابوك يا ابني. كان لازم احس اللي حسه ابويا من 30 سنه. كان لازم احس ان ابني بيرميني، ابني اللي شلته بيرميني. يا بابا ارحمني لو سمحت يا بابا. خالد انا هعمل العمليه النهارده. يا بابا ارجوك ارحمني يا بابا، مش ناقصاك انت كمان. سلف ودين. سلف ودين.
السلامه.